دخلنا على فصل الشتاء وبقينا ما بنشربش ميه كتير خالص. في ناس بتشرب بق واحد ميه بس، ويجوا بعد كده يقول لك الحقني يا دكتور جنبي بيتفرتك، جنبي بيوجعني جدا جدا جدا. الناس اللي بيشتكوا من جنبهم بيكون عندهم املاح شديده جدا، ممكن تتطور تبقى حصوات، ودي بتبقى مشكله كبيره. وفعلا اساسها شرب الميه، واساسها نظام غذائي، واساسها حاجات تانية كتير. طب ازاي يا دكتور في واحد ممكن يجيله املاح كتير ويكون حصوات، وفي واحد غيره لا ما يحصلوش اي حاجه؟ طب ايه السبب؟ ايه السبب يا ترى؟ تعالوا نتكلم عن 6 اسباب اساسيه ممكن يكون انت سبب منهم بتعمله هو اللي مسبب لك الاملاح الشديده ديت اللي ممكن تعمل لك حصوات. اول حاجه بتعمل مجهود شديد جدا وبتعرق كتير وما بتشربش ميه كتير خالص. تاني حاجه ممكن يكون انت بتشرب قهوه كتير وما بتشربش ميه كتير خالص. بتاكل املاح كتير ونظامك الغذائي مش كويس نهائي وبرضه ما بتشربش ميه كتير خالص. رابع حاجه ممكن يكون الحصوات بتتجمع وبتتكون عندك بسهوله جدا جدا نتيجه اكلك الكتير من الاملاح، وبرضه ما بتشربش ميه كتير خالص. هنا الناس بيقولوا عليه وراثي علشان بيجمع حصوات وبيكون املاح كتير جدا. خامس حاجه، في بعض الادويه زي الكالسيوم ممكن يعمل لي حصوات، والاكل اللي فيه كالسيوم كتير معروف، المانجا، الطماطم، الفراوله، السبانخ، نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقللهم، او في الوقت اللي انا هاكل فيه الحاجات دي اشرب ميه كتير جدا جدا جدا. في بعض الاكلات ممكن يسبب لي املاح، في بعض الاكلات احنا لسه قايلين دلوقتي حالا مانجا وفراوله وسبانخ وغيره وغيره. في برضو اللحوم الحمراء ممكن يكون لي املاح اليوريك اسيد. دي بتبقى مشكله كبيره جدا، وبتلاقيها راحت ترسبت في الاطراف عندي، برضو تعمل لي مشكله كبيره جدا خصوصا في الصابع الكبير، ونرجع بنقول عليه نقرس. هسيب لكم حلقه النقرس تشوفوها وعلاجها النهائي برضو. تمام، احنا هنا عرفنا اهم الحاجات الاساسيه اللي ممكن تسبب لي املاح وانا ما باخدش بالي منها، او هي بتبقى عاده انا بعملها يوميا وما باخدش بالي، وبنسى ان انا دخلت في فصل الشتاء. فصل الشتاء يا جماعه مشكلته الاساسيه ان احنا ما بنشربش ميه. يعني ممكن في الصيف انا بعرق كتير وفي نفس الوقت بشرب ميه كتير جدا، عطشان عايز اشرب ميه، لكن في الشتاء انت ما بتشربش ميه كتير، وبالتالي المشاكل الخاصه بالاملاح هتبدا تظهر لك كتير في الشتاء، وبالتالي لازم اشرب ميه كتير. طب انا عايز اعرف ايه هي الاعراض اللي ممكن تيجي لواحد عنده املاح. بيجي له يا جماعه الم في الجنبين، وفي نفس الوقت بيكون الم شديد جدا. ممكن يجي له الم اسفل الظهر، ممكن يجي له الم من ناحيه البطن من تحت عند الحالب كده بالظبط، عند المنطقه اللي هي عند الحالب كده، دي بيبقى فيها الم شديد جدا برضه. ممكن يا جماعه هو بيتبول بيبقى فيه حرقان شديد جدا في البول. الحاجات دي كلها اعراض انا بقول ان انا عندي املاح. ممكن هو بيتبول برضه ان تلاقي اللون بتاع البول متغير، ممكن مايل للاحمرار شويه. دي يا جماعه ممكن يكون حصوه عندك واتكسرت واتفتتت ونزلت، يعني حاجه كده انت عشان مثلا شربت ميه راحت هي متفاعله وراحت متكسره ونازله. وممكن يكون الحصوه ديت عملت لي جرح داخلي فسبب لي ان هو ينزل لي دم. تمام، دي كلها الاعراض يا جماعه اللي احنا ممكن نحس بيها ونشوفها في لو حد عنده املاح. انا يا دكتور عايز اعرف ايه هي انواع الاملاح. انواع الاملاح يا جماعه عندي 3. اول املاح عندي وهي الكالسيوم اوكزاليت. ده يا جماعه املاح تقريبا مشهوره جدا عندنا وبتيجي لناس كتير جدا. ديت لازم اكون عارف ان علاجها الاساسي بحاجه اسمها مغنيسيوم ستريت، او ستروسيد مغنيسيوم، او مغنيسيوم سترات، ايا كان ايه هي الاساس. المغنيسيوم ده لما بيخش بيطرد الكالسيوم ويمسك مكانه، بيتفاعل مع الكالسيوم اوكزاليت ويكون لي مغنيسيوم اوكزاليت، والمغنيسيوم اوكزاليت ده بيدوب جدا في الميه، يعني مش هيكون لي حصوات، وبالتالي سهل جدا ان هو ينزل وما يتكونش. وده يا جماعه المغنيسيوم ستريت ده موجود فين؟ موجود في الايبيماج فوار، موجود في الزينوماج، دي كلها موجود في ستروسيد مغنيسيوم، برضه في حاجه اسمها ستروسيد مغنيسيوم فوار. هاخد كيس 3 مرات قبل الاكل
وهتبقى انت تمام زي الفل. تمام. ده اول نوع من انواع ايه الاملاح، اللي هو ايه الكالسيوم اوكزاليت، احنا بنسميها املاح الاوكزاليت. تاني نوع املاح اليوريت. املاح اليوريت ديت يا جماعه برضو علاجها سهل جدا وبسيط. انا بستعمل اليوروسولفين فوار برضو كيس 3 مرات في اليوم قبل الاكل، هيفرق معايا كتير جدا. اخر نوع من انواع الاملاح اللي هو الكالسيوم فوسفات. ده نادر شويه يا جماعه، لان هو بيكون بسبب ان في مشاكل عندي في العظام. تمام. ده احنا فاكرين لما احنا قلنا ان الكالسيوم بيكون لي املاح، هنا بيكون لي املاح هنا برضو. بس في نفس الوقت انا لازم اكون عارف ان املاح الفوسفات ده نادره شويه عندنا، وعلاجها برضو بسيط جدا. انا بستعمل اي فيتامين سي، عندي الفيتاسيد فوار، برضو ناخد مثلا قرص فواره كل 12 ساعه لمده 3 ايام مثلا. عندي برضو السيريترد كبسول ممكن اخده عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. يبقى احنا كده عرفنا النوع اللي انا هستعمله، بيبقى كل حاجه ليها حاجه، كل حاجه ليها حاجه. تمام. لحد الان احنا اتعرفنا على انواع الثلاثه للاملاح، وعرفنا علاج كل نوع منها بيساوي ايه، وعرفنا ان كل نوع منها علاجه ايه. وعلشان احدد نوع الاملاح اللي عندي لازم اعمل يورين اناليسيز او تحليل بول، علشان يشوف لي خصائص البول كامله ايه اللي فيها واعالجها ازاي. تعالوا بقى نتكلم عن شويه نصايح كده للناس اللي بيجي لهم املاح مع شويه علاجات خفيفه كده. تمام. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه لازم اشرب ميه كتير جدا 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 جدا، من 3 ل 4 لتر ميه في اليوم، في فصل الشتاء بالاخص. تمام. تاني حاجه اشرب قصب، اشرب شعير، اشرب بريل، اشرب بقدونس مغلي. كل ده هيفرق معايا كتير جدا. اقلل قهوه، اظبط نظام الغذائي السيء اخليه كويس. لو في عندي الم شديد جدا ومش قادر، هاخد حقنه اسمها اسبازموفين امبول، هاخدها عند اللزوم فقط، ما امشيش عليها فتره طويله لحد لما اعمل تحليل البول بتاعي واعرف ايه نوع الاملاح اللي عندي، ولو هل في صديد هيبقى طبعا علاجه ايه، ونعرف كل ده. بس الالم اخد له حاجه زي اسبازموفين امبول. هنزود بقى طبعا بعد لما يجي لي التحليل ونعرف ايه نوع الاملاح اللي عندي، سواء الاوزاليت سواء اليوريت سواء الفوسفات، هدي نوع الفوار المناسب، وهزود معاه بقى بعض الحاجات الخفيفه كده زي الرواتينكس او اليورينكس. هناخد برضو قرص قبل الاكل برضو 3 مرات في اليوم. تمام. هيفرق معايا كتير جدا جدا. وهندي حاجه مطهره لمجرى البول، علشان لو في عدوى عندي في مجرى البول ولا حاجه اتلاشاها نهائيا، حاجه تطهر لي مجرى البول كامله زي اليوفامين ريتارد. تمام. بس نخلي بالنا لما نيجي ناخد اليوفامين ريتارد يا جماعه بيغير لون البول. لون البول بتاعي بيميل للون البني او اللون الاحمر شويه. ما اقولش ان في دم او ما نقولش ان الحصوات نزلت، لا، احنا لما باخده على طول بعدها لما اجي اخش الحمام هتلاقي ان لون البول بتاعي اتغير. لازم اخد بالي كويس جدا ان دي حاجه عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص، مش سببها اي حاجه، هو طريقه تفاعل الدواء اللي انا باخده اليوفامين ريتارد هو كده بيدي اللون ده في البول، بيغير لي لون البول. تمام. دي معلومه لازم تبقى انت عارفها علشان ما دماغك ما تروحش في اي حته تانيه. بعد لما بنعمل التحليل بقى هنشوف كده حاجه اسمها الباس سيلز، او نشوف لو في عندي صديد. نشوف لو في صديد عندي هناخد له مضاد حيوي، كورس مضاد حيوي زي حاجه السيبروفلوكساسين 500 او 750، هناخد منها كورس كامل علاجي من المضاد الحيوي علشان يطهر لي المجرى البول ويشيل لي الصديد اللي موجود عندي. تمام. اتمنى ان اكون فدت حضراتكم بالفيديو البسيط جدا ده. لو في عندك اي كومنت قول لي عليه، وانا تحت امركم في اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.